آه، صباح الخير. ازيكم؟ انا عاوز اقول لكم حاجه خطرت على بالي، بس عشان خاطر انا قاعد افكر في الناس اللي كل ما تاخد موقف تيجي تقول معلش، اصل بعد ما خدت الموقف فكرت بتاع، يقفوا يهتفوا كده على المنصه وبعدين يرجعوا يعملوا. يعني انا عاوز بس يعني احيانا بحاول التمس العذر للناس، ويعني عاوز اقول لهم ان يعني ان ما يقلقوش اذا كان في حاجه حصلت في تاريخهم بيتضغط عليهم بيها. دلوقتي ما يخافوش يعني انا بس عشان ابسط المساله. يعني اول حاجه افتكرتها قريبه من الموضوع دوت، حكايه كانت بتروى كده عن بعض المقربين من ياسر عرفات، وكانوا قالوها لنا في اثناء قاعده معاهم واحنا شباب، اثناء حصار بيروت، وكنا متضامنين في مصر مع الفلسطينيين. فعلى سبيل يعني النكتة والتخفيف حكوا لنا الحكاية دي، وهي يبدو انها كانت حكاية حقيقية. آه، بيقولوا ان ياسر عرفات قالوا له ان في واحد احد المحكوم عليهم من الفلسطينيين بتهمة الخيانة والتخابر مع اسرائيل، ومحكوم عليهم بالاعدام، طالب يقابله. ف ياسر عرفات قال قابله اشوف يعني عنده ايه. فراح قابله ياسر، سأله الله هو انت ايه اللي خلاك تخون يعني القضية الفلسطينية وتخوننا؟ فالراجل او الشاب قال له والله شوف، انا كان عندي شذوذ جنسي والاسرائيليين صوروني في وضع مخل واتضغط عليا بسبب التصوير ده. ياسر عرفات سكت كده وقال له شوف، انا لو انت قلت لي اي ضغط او اي مبرر انا كان ممكن اسامحك واغفر لك، ويعني او اخفف الحكم عنك، لكن انا يعني هنفذ عليك حكم الاعدام. عارف ليه؟ فالولا قال له ليه؟ قال له لان شرف مؤخرتك كان عندك اهم من شرف القضيه الفلسطينيه. ده منطق جميل جدا. يعني الإخوة اللي خدوا موقف معانا وقعدوا على المنصة وهتفوا عشا كفاح الصحفيين، وتاني يوم راحوا قالوا أصل كان في معلومات وقالوا لنا، أو تاني يوم أو بالليل بعد ما قالوا الكلمتين دول جه بتاع المراجيح اتصل بيهم وفكرهم باللي حصل زمان وقال لهم يعني اتلموا، فتاني يوم اتلموا وقالوا ما كناش نعرف. عاوز أقول لهم ما تقلقوش يعني. قضيتنا أهم من قضية البتاع يعني. فيعني ما تفتكروش ان يعني اللي عمله بتاع المراجيح ده هيأثر في رؤيتنا لكم. تمسكوا بموقفكم وما تتكسفوش واحنا وما يهمكمش يعني ما فعلوا بتاع المراجيح. يعني قضيتنا أهم من اللي حصل معاكم. صباح الخير يا حلوين.